السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار كما كتشوفوا غادي نشارك معكم هاد الغديوه هادي، الفخيدات ديال الدجاج والرز والخضره. هنايا درت الفخاد ديال الدجاج، تقدروا ديروا هكا الجناوح، المهم اللي بغيتو اللي كان متوفر عندكم تقدروا ديروه. صافي درت هنا واحد البصله، هي بصله غير متوسطه، ما صغيره ما كبيره كما شفتوها. الا كانت عندكم بصله كبيره ديروا غير النص، كانت صغيره بحال هكا ديروا وحده. صافي درت هنا الزيت العاديه، وفي العطريه غادي ندير غير التحميره والخرقوم والملحه. غديروا نتوما سكنجبير، انا ما كانش عندي سكنجبير حيت هاد الربعه هما اللي كنديرهم انا في هاد الاكله هذه. كندير سكنجبير وتحميره والخرقوم والملحه، صافي هما اللي كندير. ولكن لقيت سكنجبير تسالى ليا، وكنت بغيت نجيب معايا العطريه. ملي خرجت قلت غادي نتقدى كلشي وغادي نتقدى حتى العطريه. ساعه صافي ملي تقديت نسيتها، حتى طلعت للدار عاد فكرت ايوا صافي ما فيا ما يخرج مازال باش نجيب العطريه. صافي اكتفيت بهذوك 3 ودرت هاد التوابل ديال الدجاج كنت جبتهم مع التقديه. وصافي غادي ندير هنايا 3 ديال الفصوص ديال الثومه، كنديرهم الا كنت غندير الطاجين ولا الكوكوت كندير هاد غير الفصوص، كنلوح هكا فصوص ديال الثومه ملي كيتشحروا كنمعسهم بلا ما كنقطعهم، من غير الا كنت غندير شي حاجه غير في المقله كتشحر ديك الساعه ضروري نقطعو مزيان ولا نمعسو في ديك اللعيبه ديال الثومه. صافي رديت داك الدجاج باش يتشحر، درتو على عافيه مهيله. في الاول كديري عافيه مهيله وكتبقاي تشحري فيه داك الدجاج والبصله كيطلقوا الماء. ملي تحسي به صافي نشف، ديك الساعه غتزيدي شويه ديال الماء وغتهزي داك الدجاج، غادي ديريه في هذا المول هذا باش يدخل الفران. وغادي ديري ليه بابي كويسون باش يكمل الطياب ديالو، حيت هنا راه باقي ما طابش الدجاج، يلا نقدروا نقولوا ديك نص طيبه. ومباشره من بعد ما هزيت الدجاج غادي ندير داك نص ديال المطيشه. الا كانت مطيشه عندكم صغيره ديروها كامله، حيت انا درت غير ما هاد مطيشه، ما غاديش ندير معاه مطيشه الحكوله. صافي غير هذه كافيه. غادي نخليها واحد شويه تشحر مزيان في داك الماء والبصله، ونضيفوا ليها الخضره اللي قطعناها، خيزو وهذا والجلبانه والفلفله. صافي هنايا الرز غادي نغسلو، وغادي ندير ملي ضفت ديك الخضره درت الماء سخون يكون طايب ماشي سخون، الماء يكون طايب درتو. ومن بعد درت الرز. صافي سديت على الكوكوط، جهدت ليها حتى حسيت بها كتصفر ونقصت ليها. ملي نقصت ليها الوقت تقريبا اللي خدات ليا في الطياب، خدات الوقت تقريبا ربع ساعه، المهم 15 دقيقه 20 دقيقه بحال هكا. حليتها لقيت الرز ديالي هو كما كتشوفوا صافي طاب. الفخاد حتى هما دخلتهم للفران، درت لهم داك بابي كويسون حتى طابو. ديك الساعه جهدت الفران شويه وطلعت دوك الفخيدات شي شويه. من بعد ما تحمروا صافي هي الوجبه ديالنا وجدات. صراحه كتجي زوينه وتقدروا ديروها حتى في رمضان، هكا في الفطور تقدروا ديروها زوينه الصراحه. صافي هنايا اختي ملي تغدينا الحمد لله اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال، خرجت باش نمشي نتقدى. هنايا صورت لكم غير لقطه، كنت بغيت نصور لكم ونقول لكم كاع الاثمنه وهذا، ولكن صافي شفت الناس هكا كيدخلوا وكاينين الناس بزاف، خفت لا يقول لي شي واحد كنصوروا ولا شي حاجه. صافي المهم احترمت هكا الناس وحيدت التليفون، حيت اختكم راه ما نقدرش نقول لا ما كنصوركش، لا انا كنصور غير هنايا، ما كنقدرش صراحه كنحشم شي شويه. حيدت التليفون صافي ما صورتش معاكم. هنايا اختي ملي رجعت للدار غادي نتقاسم معكم دابا التقديه. هنايا جبت هاد 5 كيلو ديال الدقيق ديال الفورس، وجبت هاد 3 ديال السكر حيت باقي عندي واقيله وحده، وجبت هاد اتاي كنجيب السبع دائما، وهذه وسنيده، وباكيه ديال الملحه هذه جبتها من بيم. المهم كاينين شي حوايج جبتهم من بيم وشي حوايج جبتهم من عند هذا اللي صورت لكم عنده. وصراحه هو عنده الاثمنه زوينين، ناقصين على بيم كتكون ناقصه عنده ديك درهم 10 ريال في كل حاجه. اول مره غادي نتقدى عنده بانوا لي الاثمنه عنده مزيانين، يعني غادي نعتمد انني نبقى نتقدى غير من عنده، وهو قريب نيت صراحه. وكاينين شي حويجات اللي بطبيعه الحال غنبقى ناخذهم من بيم. المهم هذا المايس هذا خديته من كازيون داير 4 دراهم و90، المهم 5 دراهم داير، ولكن مازال ما عرفتش واش زوين صراحه، مازال ما حليتش باش نعرف واش زوين باش نعطيكم رايي فيه. وداك الطون حتى هو خديته ب7 دراهم ونص، حتى هو باقي يلا غير غادي نجربو، خديت فيه غير 4. قلت ان شاء الله صافي تنجربو عاد نزيد منه الا كان عجبني عاد غادي نزيد.
ايوا صافي. المهم باقي ليا شي تويشيات باقي خاصني ناخذهم. باقي ليا دقيق الفينو وباقي ليا شويه الحمص حتى هو غادي نجيبو. شوفوا هاد الموتزاريلا هذيك خديتها من بيم دايره 29 درهم ولا 30 درهم. هذيك اللي فوق منها خديتها من عند هاد مول الحانوت، خديتها واقيلا ب 25 ولا 26 درهم. وراه زوينه هذيك الماركه، راه انا مجرباها، كناخذهم صغار هكا كتكون فيها واحد التعليكه زوينه، وحتى الثمن ديالها زوينه. راه نقص على هذيك ديال بيم ب 3 دراهم يمكن ولا 2 دراهم. المهم شي حاجه بحال هكا، المهم نقص عليها وزوينه. علاش قلت لكم زوينه؟ حيت مجرباها. بالنسبه لذاك الجبن خديته ب 25 درهم. انا كنقول لكم الاثمنه ديال بعض المواد حيت كنقول لكم الاثمنه اللي عاقله عليهم، اما اللي نسيتهم ما كنقولش لكم الاثمنه ديالهم. المهم اختي هذه هي التقديه، اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال، والله يرزق كل واحد، وكل واحد كيتقدى على قد جهده، كل واحد كيمشي على قد جهده. ما نشوفوش فلانه شنو جابت خصني نجيب بحالها، ولا نديها في الناس اللي تقداو ونشوف داكشي اللي جابو كنقول حتى انا خصني نجيب داكشي كامل اللي جابوه، حيت كل واحد كيمشي على قد الاستطاعه ديالو. كنمشي على قد استطاعتي وكنسير الامور ديالي على قد جهدي، كيفاش كنرتاح انا، كيفاش انا غادي نرتاح، وكنمشي على قد الاستطاعه ديالي. هذا ما كان اختي. الله يرزق كل وحده فيكم، والله يدخل علينا هذا الشهر الفاضل بالصحه والسلامه ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى الاعجاب ديالكم، وبسلام عليكم. فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.